فده موضوع مهم لعصفور النار ده، لان انا كنت بتفرج على مسلسل عصفور النار، غير بقى الجراءة في الكتابة والسياسة ولا بين السطور ولا حاجات ولا يعني هل دخلتوا في معارك برضو رقابية؟ بعصفور النار لا، لا يعني ما مريت في مشاكل رقابة بكل الأعمال اللي عملتها. مشاكل حقيقي إنه في حاجة اتمنعت، إلا أيام الرقيب الأخير لما وقف لي فيلم، رفضوا لي فيلم يعني. بس عمره ما كان في مشاكل من زوجة الرجل مهم، كان في مشاكل. الرقيب الأخير اللي هو صاحبك؟ اللي أنت اشتريت منه السيناريو؟ هو الوحيد اللي رفضوا، اللي هو الهتيف؟ لا الفيلم اللي فيلم اسمه الهتيف، مشروع التخرج. لا اللي اشتراه منه، اشتريته منه. لا فوق الشجر يا بهية. لا انت اللي اديته الشرعيه. هو نفس الفيلم. هو ما عملش، ما كتبش غيره. التخرج غير اسمه. هو ما كتبش غيره هو. وده صاحبه؟ لا هو اللي اشترى، هو اللي اداله الشرعيه ان هو ده نزعل قوي. هو صاحبك قال وهو اللي منع لي. اعوذ بالله. وهو اللي منع له في نفس الوقت. ما هو ده يضاف الى حسين القلة ان هو اللي اشترى وهو اللي منع له، يعني فاهم. بس في سنين في النص يعني. على كل حال هو عن قصه لابراهيم عبد المجيد بالمناسبه. ما هو انا قريت اللي هو الهتيف. لا اللي كان الاول اسمه فوق الشجر يا بهية، بعدين عملوا، بعدين سماه الهتيف. ايوه عملوا كده. اتفضل. نفس السيناريو دوت راح لممدوح الليثي الله يرحمه في رياض السينما. ايوه. ما هو كان في انتاج، هيبقى انتاج مشترك كده او حاجه مع جهاز السينما. وبعدين اقول لا ما اعرفش. لا هو الاستاذ عاطف عمل كده اللي هو لا انا بتابع. لا في النقطه دي عايزين نزيد. هو استاذ حسين المره اللي فاتت حكى قصه مع زوجة رجل مهم. مع نعيمه، استاذه نعيمه الرقيبه. حكيناها قصه جميله، صارت معروفه يعني. كانت رئيسه الرقابه يعني، عقليه غير العقليه بس يعني انا بدي احكي حاجه، بدي اقول اي حاجه. لا انا عايزك انت تقول يعني اذا على انا بس بدي اخوي يعني شاكر جدا 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 لكل حاجه اتقالت وبتتقال علي، بس حابب اوضح بس حاجتين ثلاثه تجاوب على اسئله في دماغ الناس ليش وكيف لا كنت يعني بصرف فلوس من غير حساب، ما فيش حد بيصرف فلوس من غير حساب، ولا كنت اشتغل وانا بدي اعرف اني بدي اخسر او احتمال اخسر، الا في موضوعات معينه اردناها كذلك، اللي هي الطوق والاسوره كان معمول كده. والغريب بدي احكي على الطوق والاسوره كمان اشرف، مرت عليه سنين وشفته اكثر من مره، ولا مره شفته زي المره اللي قبليها. مليان يعني. وكان الاقتراح يعني انه يكون يوم من الايام نعمل الفيلم ده حتى يكون بتاريخ وكلاسيكيات السينما المصريه، وكان كذلك. انا بس بدي احط يعني ليه انا عملت كده. مش صحيح مش فارقه معي الفلوس، مش صحيح اني كنت حابب اخسر فلوسي، لا مش صحيح ده الكلام. الطريقه اللي اشتغلت فيها إلها جزء اساسي ومهم بنص عمري الاولاني. انا عملي مع احدى التنظيمات الفلسطينيه 15-20 سنه اجت معي يعني اخذتها معي بطريقه العمل الحزبي اللي كنا من حركه قوميين عرب لجبهه شعبيه لكفاح مسلح لمليون حاجه. فدي اجت معي. انا دلوقتي بتحكوا لي على افلامي، كل ما صنعت بشكل او باخر له علاقه بالهم العام، مش ضروري يكون سياسي. حتى 4 مهمة رسمية كان له معنى الفيلم. بعدين ما كانتش الامور يعني تتم بهذه السهولة. في عندي تاريخي والسنوات اللي سبقت شغلي في السينما، في عندي تركيبتي انا وحبي للقراءة والاطلاع ومعرفة الدنيا، ثم في حاجة تانية واهم من هذا الكلام، انه انا اشتغلت بحرفية شديدة جدا. يعني بعد ما تعرفنا على الاستاذ يوسف شاهين الله يرحمه ومولت مش انتجت فيلم حدوته مصريه، كان لازم اشتغل محترف. جينا عملنا دراسه جدوى مع احد بيوت الماليه الاقتصاديه في لبنان، الاستاذ بهيج مالك ما ازال اذكر اسمه، وقعدنا في مصر 6 شهور
نعمل دراسة جدوى اللي هي قالت إنه هذا مشروع مربح وبيكسب وبيقدم خدمة للمجتمعات كلها اللي حيتعامل بيها. ومشان هيك ذكرته أكثر من مرة بالحوار، عشان كده لما بديت فعلا مؤسسة مبنية على دراسة جدوى. عملنا سينما وتلفزيون ومسرح، وبنيت سينما كريم وسينما أولمبيا، وكان الحلم أكبر بكثير من لغاية ما حصل توقف بالثمانينات يعني.